ريحان علي شيخموس، من مواليد عام 1996 في مدينة الدربسية الواقعة ضمن مقاطعة جزيرة في شمال وشرق سوريا. مع انطلاقة ثورة شمال وشرق سوريا انخرطت مبكراً في العمل الإعلامي والمجتمعي، حيث عملت كمراسلة ميدانية لدى وكالة هاور للأنباء، مسلطة الضوء على التحولات السياسية والاجتماعية وعلى نضال المرأة ودورها الحيوي في بناء نموذج ديمقراطي جديد في المنطقة. بين عامي 2014 و2016 تولت مهام إدارية في مؤسسة عوائل الشهداء، حيث ساهمت في تنظيم ودعم العمل المؤسساتي على المستويين الاجتماعي والثقافي، مع تركيز خاص على تمكين النساء ودعم مشاركتهن المجتمعية الفعالة. من عام 2016 حتى عام 2020 عملت كناطقة باسم لجنة التدريب والأكاديميات في شمال وشرق سوريا، وشاركت في إعداد وتنفيذ برامج فكرية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي والاجتماعي خاصة لدى النساء، وتوسيع مشاركتهن في مختلف مجالات الحياة العامة. بين عامي 2020-2023 كانت ضمن الهيئة المنسقة في تنظيم مؤتمر ستار، أحد أبرز المؤسسات النسوية في المنطقة. وفي المؤتمر التاسع الذي عقد في عام 2023 تم انتخابها كناطقة رسمية للتنظيم، حيث مثلت التنظيم في محافل سياسية ودبلوماسية واجتماعية عديدة داخل وخارج المنطقة. وبصفتها ناشطة نسوية ومنخرطة في العمل السياسي والتنظيمي، شاركت أيضاً في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية ناقشت خلالها قضايا المرأة وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بدور المرأة في عمليات بناء السلام والحكم الديمقراطي والمجتمع التعددي. في المجال الأكاديمي بدأت دراسة الحقوق في السنة الأولى، لكنها توقفت عن الدراسة مع تصاعد الحراك السياسي والاجتماعي، وانخرطت بشكل كامل في العمل الميداني خلال هذه السنوات. تلقت العديد من الدورات في مجالات المجتمع المدني والحقوق والقانون، مع تركيز خاص على قضايا المرأة ودورها في الحياة السياسية والاجتماعية، وهو ما عزز من تجربتها العملية والفكرية في هذا المسار. وكانت تؤمن بأن النضال السياسي والاجتماعي لا يمكن فصله عن نضال المرأة، وأن بناء السلام العادل والديمقراطية الحقيقية تتطلب مشاركة النساء بشكل متساو وفاعل في جميع المستويات.